بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الرقاق في البيت، مش صينية الرقاق، لا، هنخبز الرقاق في البيت. طبعا كل ست بيت هتقول ما عنديش فرن ان انا اخبز فيه، لا، احنا هنبسط الامور وهنعمل هنخبز على الصاجة فوق البوتاجاز من فوق. وزي ما انتم شايفين الرقاق ب40 و50 جنيه. انا بنص كيلو دقيق هعمل كمية رقاق يعني هتكفيني. هو بنحتاج دقيق بس فقط لا غير. بعد كده هحط قد نص كيلو دقيق، ومعايا لازم احط شوية ملح كده حلوين عشان يبقى طعمه كده حلو. بس كده فقط لا غير، دي مكوناته، مش محتاج اي افتكاسات، هي ملح ودقيق. ماشي. طبعا هنعجنهم بالمية. هنجيب معانا المية، حاجة جميلة ومعمول في البيت ورقيق وبيبقى طعمه جميل، بيشرب الشوربة بسرعة، مش زي الجاهز. طبعا هنا هستخدم ايدي، مش هستخدم الاسباتيلا ولا حاجة، لازم استخدم ايدي. اللي عندها عجان تعملها في العجان مفيش مشكلة، بس انا بحب الدقيق والعجين ده المسه كده بايديا وعجينه. ولازم بقى نعجنها كويس قوي كده. احط هنا شوية المية تبقى معايا، ما كترش، انها يعني لو كترت ممكن هنحط شوية دقيق. عجينتها بتبقى ولا طرية قوي ولا ناشفة قوي عشان تفرد معايا. هنا ممكن نحط شوية دقيق كمان. بيحتاج طبعا لازم اعمل حسابي في الدقيق عشان بيتفرد بالدقيق، عشان ما يلزقش في النشابة ولا يتقطع. لازم ارش دقيق علشان افرده معايا. عجينتها بسيطة، تبتدي تتلم اهي معايا بسرعة. اعجنها شوية علشان انتوا عارفين مادة الجلوتين في الدقيق تشتغل وتديني عجينة كده ملمسها ناعم وتتفرد معايا بسهولة. طبعا هسلك العجين من ايدي. نلاقيها سايبة معايا، لازم احط لها شوية دقيق. استخدم ايدي التانية مفيش مشكلة. سلك كل اللي في البولة واخده معايا. هي اول ما تم العجنها خلاص هتلاقيها سلتت من ايدي. اي عجينة تكون ميتها مظبوطة والدنيا مظبوطة هتلاقيها سلتت من ايديك. كده انا مش محتاجة مية، بس ممكن اعوز دقيق، ايدي كده شوية دقيق والم بيها العجينة. الرقاق العجينة لازم اسيبها ترتاح نص ساعة عشان لما اجي افرد يتفرد معايا. في بقى هيقول لي انا ما عنديش النشابة اللي هي زي العصاير الرفيعة دي افرد بيها، عندي المرديانة افرد بيها، عندي النشابة الصغيرة اللي هي بفرد بيها السمبوسة والحاجات دي هستخدمها. بصوا العجينة اهي خدتش وقت معانا. طبعا لازم هسيبها ترتاح شوية، بس قبل ما اسيبها ترتاح هنعمل حركة كده مع بعض، لان احنا هنرش كده وابتدي عايزة رقاق في البيت يا جماعة جميل، وهو بيتخبز كده في البيت ريحته كده جميلة. بركة العجين والخبيز ده في البيت، صراحة بركة في البيت. انا بقى دلوقتي اهي
هعمل ايه؟ هسيبها ترتاح، بس هنكورها قد البيضة. هنجيب بقى اللي انا عجنت فيها اهو، مش هنستخدم حاجات كتير اهي، وهمسك كده سلة ايدي طبعا، هبتدي اعملها قد البيضة زي ما انتوا شايفين كده، قد البيضة. ولازم نحطها كده في الدقيق عشان نسيبها ترتاح. مش هنفرد دلوقتي، لو فردنا دلوقتي غلط هتتقطع مننا ومش هتتفرد بكل سهولة. لكن العجين لازم اسيبه يرتاح. هي ما فيهاش خميره تخمر، لا، بس عشان ماده الجلوتين اللي فيها تشتغل وتتفرد معايا بكل سهوله. هتلاقيها بتتفرد جميله معاكي. كور كده كل اللي معايا وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده نفس البوله اللي عجننا فيها ده عملناها دي، وهنكور عجينتنا كلها زي ما انتوا شايفين. بعد ما كورنا لازم اعملها كده قد حجم البيضة، على قد الصينية اللي انا هخبز فيها طبعا، لان ده مش جاهز وبدل ما اكسر وكده كده بيتكسر، فانا هعمل على قد الصينية علشان تبقى سهلة وانا ببل الصينية كده، يبقى الواحدة يعني ايه صغيرة وحلوة يعني. انا كده عملته زي ما انتوا شايفين. هسيبها طبعا ترتاح نص ساعة. ليه نص ساعة؟ علشان لما اجي افرد تتفرد معايا بكل سهولة. وهوريكم دلوقتي ان شاء الله بأبسط حاجة ان احنا هنخبزها على البوتاجاز من فوق. الصاجة بتاعة البوتاجاز نحطها. هنشوف دلوقتي مع بعض. تابعوا معايا الفيديو وهنشوفوا خبزها هيبقى ازاي. يلا كده بلاش كسل، اتنشطي بدل ما تجيبيه ب50 جنيه وبيبقى الجاهز ده تخين ومبيشربش الشرب قوي، ولو شربها برضو بيبقى الرقاق تقيل. ده بتاع زمان بتاع امهاتنا، كانوا على طول الرقاق الفلاحي ده يتعمل في البيت وبيخبزوه في البيت. ولو تعرفوا زمان الحلة اللي هي كانت تتحط على البابور وليها غطا ويخبزوا فيها العيش الناشف في العيد والرقاق، كانت البيت كله بركة وكله خير وكله رزق، غير دلوقتي طبعا. ربنا يا رب يرحمنا برحمته. واحنا بجد بجد احنا عايشين ببركة الله سبحانه وتعالى. كل سنة وانتم طيبين، يا رب عيد عليكم، والسنة الجاية يا رب كده تكونوا على عرفة بإذن الله. تابعوا معايا هنخبز الرقاق بتاعنا ازاي بعد ما يرتاح نص ساعة. نص كيلو هيعملوا لك صينيتين حلوين قوي 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 وسط. اتنشطي واعمليه بدل ما تشتري ب50 جنيه، ومش زي ما انت عاملاه في البيت بنظافة وبدقيق كويس وحاجة جميلة قوي قوي. كفاية هو بيتخبز كده عامل ريحة في البيت جميلة جدا. العجين يرتاح معانا، نبتدي بقى بالمرديانة كده. بكل سهولة. لازم ارش دقيق علشان خاطر ما يلزقش مني زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين طبعا فردناها. هو المقاس ده المظبوط اهو، ده مقاس الصينية المظبوط معايا، اتفردت معايا بكل سهولة. هنبتدي بقى نفرد كله وبعد كده نخبزه مع بعض. تمام كده، انا جبت الصاجة اللي هي بتاعة البوتاجاز صغير وحطيتها على النار. شوف كده ان هي سخنت، تبتدي هي تسخن معايا. اول ما تسخن خالص هبتدي احط الرقاق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهو.
ابتدي بقى احرك كده بايدي عشان يستوي من كل الجوانب. على البوتاجاز من فوق، دي اسلم طريقة ما بياخدش وقت معايا. ابتدي احرك كده اقلب بقى على الوش التاني. شايفين اللون؟ لونه جميل، انا بحب لونه كده. ولما اطلعه بقى افرده، ما احطوش فوق بعضه، عشان حطيت فوق بعضه هيبقى رق طري. ابتدي ايه اللي عايزه بقى طري يحطه فوق بعضه وفي كيس وفي الفريزر. ابتدي بقى ايه بعد ما تستوي افردها عشان انا عايزاه ناشف. بصوا مخدش وقت معايا. لازم امسح الدقيق ده عشان ما يسودليش الرقاق. جيب حته قماشه كده امسح. وابتدي احط الرق بتاعي. متاخدش وقت في الخبيز. الطريقه دي جميله جدا، نعمله في البيت من غير تعقيدات، واحنا ما عندناش فرن الخبيز، لا احنا ايه بنتصرف. هقلبها على الوش التاني وافضل الف كده علشان ما تتلسعش من جنب وجنب. لا بصوا هيتنفخ معايا ازاي. العجينه مرتاحه وعجينه مظبوطه، مش هتتعبك، هتخبزي احلى رقاق. طبعا انا وريتك الفكره. صاجة البوتاجاز بقلبها واحطها على البوتاجاز من فوق. احلى رقاق هتاكليه بتاع البيت. بصوا بيتنفخ معايا ورقيق ويبقى جميل. خلي العجينه زي البيضه كده، بلاش كسل، ونقوم نعمل احلى رقاق. لو النار عليت شويه بهدي شويه معايا النار. هنا الجزء ده لسه شويه هسيبه، فعشان كده لازم الف الرقاقه عشان ايه تستوي من كل الجوانب طبيعي. افضل الف كده. بصوا اللي انا سبتها اهي نشفت، سبتها بره نشفت. بصوا الرقاق بسم الله ما شاء الله جميل. كل سنه وانتم طيبين. هشيل دي عشان خلاص افردها برضو. هبتدي امسح، لازم كل مره امسح عشان الدقيق اللي بيتحرق ده ما يعلمش في الرقاق. ادي تالت واحده اهي، والباقي بقى ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اديكم انتوا وصلت لكم الفكره. هكمل انا بقى الفيديو وارجع لكم لما اخلص واوريكم نص كيلو عملوا كام كميه حلوه ازاي. نص كيلو دقيق ب10 جنيه. ده الرقاق اللي احنا طبعا سايبينه بره عشان ينشف، لازم افرطه ما احطوش فوق بعض. ابتدي بقى الف كده. اقلب على الناحيه التانية اهو. بدأ اهو يستوي معايا. انا هديت النار شويه عشان سخنت قوي عشان ما يتلسعش، عشان هو طبعا في الفرن هياخد ايه تحميره برضو.
بس انا بحبه كده يبقاش ابيض، يبقى محمر برضو. بصوا الرقاق بتاعنا بسم الله ما شاء الله. يلا اتنشطوا كده وقوموا اعملوا نص كيلو دقيق. عايزين تزودوا اعملوا كيلو مفيش مشكله، بس النص كيلو انا عملته حلو، وعامل كميه كويسه. الواحد بيحب يعمل حاجات في البيت، اولا نظافه، ثانيا حاجات انتي ضمناها، ثالثا توفير في ظل الغلا اللي احنا فيه. فلازم نحاول، حتى لما بيعرفش يحاول يعمله. انا قبل ما اعمل ده عملت ربع كيلو وجربت على الصاجة، عشان انا كنت قلقانة من الصاجة دي فلقيتها كويسة، عملت نص كيلو. فاعمله بأمانة نص كيلو كيلو مفيش مشكلة، بنفس الطريقة دي حلوة جدا. كده تمام. هنكمل بقى الباقي. بصوا بصوا نشف ازاي اهو، مفيش 3 دقايق لانه رقيق. نسيبه بره عشان ينشف. زي ما انتوا شايفين عملنا الرقاق بنص كيلو دقيق. شكله بجد يفرح وجميل، والفكرة بجد عجبتني. وان هي بص رقيق ازاي وخفيف، خفيف جدا. بصوا يعني لما يتباع الكيلو ب40، وفي ناس بتبيعه ب50، وبيبقى كمان اللي هو المكنة التخين اللي مش الخفيف الرقيق ده الفلاحي. الواحد كان بصراحة بيدور عليه يشوف مين بيبيعه ويشتريه، لكن احنا عملناه في البيت بنص كيلو دقيق. ما خدوش نص ساعة واتعملوا. ومفيش بقى اي حجة ان احنا هنخبز فين، لا احنا هنحط صاجة بتاعة البوتاجاز اللي هي بتاعة الفرن، هنحطها على البوتاجاز من فوق، وهنخبز الرقاق وبيتعمل طري وبيتعمل ناشف زي ما انتوا شايفين. بجد بجد حاجة مفرحة ومش مكلف خالص، وما خدش وقت كتير. وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم.